السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام بالخواتات والخوت، كديرين بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو جديد على القناة. مهم كنخبر ورجعت ثاني معاكم. سمحوا لي وصافي، انا عارفه راسي تنخبر عليكم، ولكن خوتي الله غالب وصافي. سيرتو في هذا رمضان الله يعطينا بركته، يعني ما كيكفاناش الوقت، ما كيكفاناش الوقت والله العظيم كيكفاناش نهائيا. انا بعدا تقريبا ضروري لقاني الاذان بقى في الكوزينه. كما شفتوا في الاول الفيديو انا خارجه مع 3:30 من وصلت للربعة وقصه، من الربعة قد كيد كل مره ما عادش كنوصل. على حساب نتوما كتشوفوني نيت انا غادا دابا في الترونسبور انا ومجد. ايوا كنوصل عاد نمشي ندخل الكوزينه. ايوا الحمد لله على كل حال ديال المراه. وهنا كنوريكم نتصور في هاد الخوينيز، ما نقولش لكم واش وليدي ليا في الترونسبور ولا كيسبق زعما النعاس باش انا نهزو نطلعو في الدروج باش ما يطلعش هو على جنبي. نتوما شوفوا معايا. يلا العينين مغمضين نشوف. ناعس مسكين. كاين البرد، جاك البرد. يلا سير شي حوايج كاين. يلا سماسي سير. غير طيح ليا ولدي. يلا يلا عندك. ودابا هنا مباشره كندخلو كنبدل حوايجي ونبدل لولدي صافي ونغسل ليه وندخل الكوزينه. كانت خاصاني شي حاجه راني كنخرج نعاود نشريها، ما كانتش خاصاني يعني صافي نبدا نوجد الفطور ديالي. هنا عندي الثومه، غادي ندير واحد لاصوص بلونش. انا عزيزه ليا الثومه بزاف، تولينا والكثرتيها بصح عزيزه ليا الثومه. غادي ندير فيها واحد كاس الحليب، وغادي ندير فيها قبيصه الملح او شويه الملح، شويه البزار كما كتشوفوا. كلشي غادي نديرو في الميكسور باش نطحنو. كيتخلط ليا مزيان يعني حتى طحن هذيك الثومه. وغادي نضيف هنايا الفرماج، عندي 3 الفرماجات نديروها الثانيه. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال النشا كما كتشوفوا. لي يعني الا كان عندكم نشا ما كانش غديروه بطريقه الفورص صافي. وغادي نطحن بالميكسور كيطحن ليا الخليط مزيان. من بعد ديك الساعه غادي كان خاصني شويه الحليب راني غادي نزيدو. مجد هنا معاوني باقي كاع ما جدتو النعاسه شويه غيبان ليا غيقول لي باغي يمشي النعاس. المهم هنايا انا غنطحن المكونات الثاني صافي كما قلت لكم. الا كانت خاصني انا غادي نزيد. صافي غناخذ المقله ديالي غندير فيها الزيت، غادي نشحر شويه الدجاج غير مع الملح وشويه البزار. صافي عارفين نزيدو البوطه شويه باش ما يطلقش لينا الماء. هذا لادين ماشي الدجاج، لادين عفوا. غادي نشحرو شويه. غندير بيتزا بلادين وبالكروفيت. هنا عندي شامبينيون تا هو في نفس المقله. كنحيد الدجاج كندير شامبينيون، غنضيف ليه واحد شويه الزبده صافي تا هو غنشحرو بنفس الطريقه مع شويه الملح شويه البزار. صافي وغادي نضيف لاصوص بلونش لي صيبت ونبدا نخلط. يعني ما نزقاش بالتحراك باش ما تقصاحش ليا بزاف. كما غتشوفوا دابا نبدا نخلط مزيان تتعقد ليا هاد الكريمه وهاد لاصوص. صافي هنايا واجده ليا دابا صافي كملات. غنزيد ليها شويه تاع الموتزاريلا او الفرماج احمر اللي عندكم. انا درت غير الموتزاريلا، نيت انا شاريه هذه ديال غاستروميكس اللي بالفرماج احمر. وغادي نضيف الزعتر صافي. هيا كما قلت لكم لاصوص بلونش. هنايا غنوريكم لاباط ديالي. انا هنا كنصايبها كندير كونتيتي كثيره وكنصايبها غير بالقمح ديال الدار وشويه الفورس ولا فرينه ديال ملي كنطحنوا على ايدينا ديال العروبيه. وكندير فرق بيناتهم بهذيك بابي موشوار ولا بابي كويزين صافي. دابا هنا انا غادي درت لاصوص بلونش حيت فيها هذا
فيها الفرماج وفيها شامبينيون. غادي نبدا ندير في الدجاج ديالي اللي شحرته. الصراحه كتجي بنينه 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 بزاف هاد البيتزا. وكما قلت لكم ملي كتكون عندكم لاباط واجده ساهله كتسهل كلشي. هنا عندي الكروفيت يعني ما شحرتوش خليته هكاك خضر انه غيطيب. عارفين حنا الكروفيت دغيا تيطيب في الفران. درت وحده بلا دند وحده غنصايب نديرها بالكروفيت وحده اخرى غنديرها بهذا نديرها ميكس فيها الكروفيت وفيها لا دند. المهم هنايا كان ضروري بالزين شويه الفلفله صافي. هنايا كما شفتوا دخلتها الفران وخرجتها. بقى لي غير نضيف ليها غير الموتزاريلا من الفوق غير هكاك. كنخلي دائما انا كنخلي الفرماج هو اخر حاجه حتى تطيب لي البيتزا. كنزيد فوق منها الفرماج غير يذوب هكاك وصافي تنطفي الفران. صافي هنايا حتى هذه ديال لادند اللي درت فيها غير لادند بوحدو حتى هي غادي نزينها. كندير فوق منها الفرماج صافي كنرش واحد الرشه ديال الزعتر وهي البيتزا ديالي واجده. الصراحه كتجي رائعه الصراحه لا في المنظر ولا في المذاق كتجي زوينه بزاف. نتمنى هاد الطريقه ديالي باش كنصايب بيتزا تنال الاعجاب ديالكم. وحتى لاباط ما نقولش لكم عليها كتجي رقيقه وكتجي في هذيك التقرميشه. انا هادشي اللي كتعجبني وصحيه لانني صايبت معجناها غير بالدقيق ديال القمح يعني ديال الدار. الصراحه كيجي زوين احسن من انكم ديروا الفورس بوحدو. شوفوا لاباط كيفاش العجينه كيفاش جات من الداخل ما نقولش لكم جات رائعه. المهم هذه الثالثه اللي غنخليها حتى الغدا ان شاء الله. ونعاود يعني ما نجيش ثاني ونبدا نواقف الكوزينه يعني نصايب حاجه اخرى اللي تعاوني ثاني على الفطور. المهم يعني كل نهار وفطور وكل نهار ضروري من شباكيه وضروري من التمر وضروري. انا غير الحليله هي اللي متنصايبهاش الصراحه في رمضان. صايب بيتزا نصايب مسمن صايب يعني شحال من حاجه الا الحريره اللي متنصايبش. الراجل اللي متيشربهاش انا متنشربهاش صافي هي الوحيده. ولكن الصراحه ضروري غنصايبها شي نهار لان حتى هي كتبقى بلاصتها. ضروري شي نهار هو ماجد سمعني انا في المونتاج قالك انا كنشربها صافي ولدي غنصايبها لك. المهم كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ولا عجبكم خليو لي لي لايك خليو لي واحد الكومونتير زوين بحالكم. شجعوا اختكم شويه شجعوا دائما كنقول شجعوني وما كتشجعونيش واخا عليكم. يلا الله يحفظكم والله يعطيكم ما تمنيتوا. الى فيديو قادم مع السلامه.